جدا عليه. بالمناسبة احنا هنتكلم عن الاتيكيت، آداب زيارة الناس، كيفية تبادل الزيارات، علم الفراسة وقراءة الوجه وإشارات وحركات الجسم ومدلولاتها. كل ده هنغطيه. أهلا بكم جدا معانا، وألف شكر على الورد وعلى الكارت. طبعا ده تدريب عملي بالنسبة لنا، إنه لما نروح نزور حد يعني إن أمكن وكان في وقت متاح يبقى في نوع من الترحيب وإظهار الفرحة بإن إحنا رايحين نزور حد. شرفتونا، أهلا وسهلا. هنتعرف بقى بيكم. معانا شيرين جمال. أهلا بيكي شيرين، مدربة تنمية بشرية، هتكلمنا عن الفراسة ولغة الوجه. معانا علياء عاطف، مدربة تنمية بشرية، هتكلمنا عن لغة الجسد وحركاته وإشاراته ودلالتها. أهلا بيكي يا علياء. ومعانا سمر صبور، مدربة اتيكيت وفن تواصل واتصال وذكاء. أهلا بضيفاتنا الثلاثة. الحقيقة لما بنتحرك في حياتنا اليومية لازم يكون عندنا شوية سياسة، ولازم طباعنا تظهر، لكن ما نضايقش الناس بظروفنا احنا. علم الفراسة، ايه هو علم الفراسة؟ نبدأ مع حضرتك. الفراسة ببساطة كده ازاي اقدر اشوف شخص حتى لو لأول مرة اقدر اعرف صفاته، مجرد ان انا شفت هيئة جسمه او شفت شكل او شفت العين واسعة او ضيقة او الحاجب شكله عامل ازاي. كل حاجة ليها معنى حتى لو ما كنتش اعرفه. طب لو حد من اصحابي واعرفه وانا درست فراسة، فممكن اكتشف فيه صفات انا ما كنتش اعرفها. ببساطة بتعرفك على ناس كتير جدا انت ممكن تكون ما تتخيلهمش، او ما كنتش من غير الفراسة ما كنتش تقدر تعرفهم. جميل. علياء، لغة الجسد والحركات والإشارات، هتكلمينا عن ايه النهارده؟ اول حاجة طبعا هنعرف العلم. لغة الجسد هي من العلوم الحديثة جدا. هي أصلا كلمة لغة الجسد في اللغة العربية، اللغة هي أصوات بيعبر بها الأشخاص عن احتياجاتهم. الجسد بيعبر عن جسم الإنسان، ولكن هي لغة الجسد أصلا تعرف يعني عندنا في علم النفس إن هي لغة التواصل بين الناس، ليس عن طريق الكلمات المحكية، مش باللغة المنطوقة، وإنما بالإيماءات، الإشارات. عندك إيماءات اليد، الساقين، القدمين، التواصل البصري. التواصل البصري من الحاجات المهمة جدا. طبعا لما بنقابل أي شخص لازم ندي انطباع إيجابي. يعني إزاي نفهم الشخص من الرسائل اللي بيديها لنا بهيئة حركته. أكيد طبعا. كل إشارة يعني أول حاجة قواعد لغة الجسد. أنا مش عايزة أتكلم بالتفصيل، أنا بس بقول بصفة عامة، وفي الآخر سمر هتقول لنا التخصص بتاعك في التنمية البشرية هو تواصل بطريقة الاتيكيت والذكاء. وأنا مدربة تواصل واتصال ومدربة اتيكيت. الاتيكيت هو إيه؟ عبارة عن إيه؟ الاتيكيت كنا عارفينه، أو الاتيكيت في الإسلام عرفه الصحابي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إن هو من ضمن الإدارة والقيادة. فالاتيكيت عندنا بيتقسم كذا نوع، على أكتر من نوع. فإحنا هنتكلم عن الاتيكيت الاجتماعي. الاتيكيت الاجتماعي هو بيتمثل عن كل خطوة بتخطيها في حياتنا اليومية، مثلا الزوج مع الزوجة، الزوج مع الأولاد، الأولاد مع الأم، إحنا مع زمايلنا في الشغل، إحنا مع الناس اللي هنتكلم معاهم في الشارع. فالاتيكيت في كل خطوة بنخطيها. في التنمية البشرية طبعا هي بتجمعكم كلكم انتوا ثلاثة، ولكن ايضا بيجمعكم مشروع. المشروع ده ايه بقى الشكل العام ليه، وبدأتوا فيه امتى، والخطة بتاعتكم في المشروع ده ايه؟ هو الفكرة بتاعتنا احنا اتجمعنا الاول خالص في كورس كنا مسمينه انا والاخرون، من كل واحد فينا بالتخصص بتاعه. انا فراسة، وعلياء لغة جسد، وسمر اتيكيت. فكل الفكرة ان هي فكرة بدأت صغيرة جدا وكبرت، وعملنا الكورس ده على مرتين. وبعد كده فكرنا ان احنا يبقى احنا فريق، فيبقى له اسم. فاخترنا يعني اقترحنا كذا اسم. وصلنا في الاخر لاسم اتحدى نفسك. ليه اتحدى نفسك؟ لان احنا بنوصل لحاجات ممكن نيجي عشان احنا حاطين هدف، وعشان نوصل للهدف ده بيجي فيه عقبات قصادنا. فلو احنا وقفنا قصاد العقبة دي خلاص احنا ما بنقدرش نكمل، ممكن غير ما يكمل ويوصل اللي احنا كنا عايزينه. فاحنا بنقول له لا، لو قابلتك مشكلة
لا، اتحدى نفسك وانت قدها طالما المشكله دي جت. ودي فعلا هو فعلا يعني اسم جميل، اتحدى نفسك، لانه الواحد لما بيحاول ينمي نفسه وبعدين بيحصل نوع من التاخر شويه، بنفكر انه بيحصل يأس، وانا في جزئيه معينه في حياتي مش مساعداني، لكن دايما بتتحدى نفسك من جواك وبتتحدى ظروفك من الخارج. انا بالنسبه لي التحدي ده اسلوب حياه. صحيح. طبعا كل حياتنا تحديات. طبعا. صحيح. عايزه ابدا بقى مع شيرين من الاول. هنرجع لعلم الفراسه. وعلم الفراسه ده طبعا معروف ان العرب هم اللي علموه للعالم، وزي ما انت قلتي شكل الوجه او شكل الجسم بيبين صفات. من فضلك اشرحي لي. طيب لو انا عندي حد، هناخد مثلا شكل الجسم. لو انا عندي حد مليان شويه، اللي هو المليان شخصيات الاكوله دي، بقول عليه ده النمط بتاعه اسمه اكول. طب لو انا شفته هعرف عنه صفات ايه؟ هعرف عنه ان هو جدع مع اصحابه، طيب جدا، دمه خفيف. لو وقعت في مشكله خلي بالك ان ده اللي هيبقى معاك. هو ممكن يبقى فيه حاجه بس كده، لما اجي اتعامل معاه في الفلوس هخلي بالي من حقي وحقك. يعني انا كده مجرد ما شفت حد من هيئه جسمه قدرت اعرف مجموعه من الصفات وقدرت اتعامل معاه. لما اجي اتعامل معاه ازاي؟ طيب ده تفصيل مثلا شكل العظم مثلا لا، اللي هو زي علاء ولي الدين مثلا، جسمه مليان، اللي هو جسم مليان. كل الشخصيات اللي جسمها مليان بتنطبق عليها مجموعه الصفات اللي احنا قلناها. لو حد تاني مثلا هو جسمهم بيبقى رفيع خالص، زي معظم الممثلين كانوا في بداياتهم الشخصيه اللي جسمها رفيع خالص ده، ويقول لك انا مهما اكل ما اتخنش. الشخصيات دي بتبقى حساسه قوي من الكلمه. يعني لو انا صاحبتها ممكن اكون بهزر مع اصحابي عادي، فاجي اقول لها كلمه بالنسبه لها تبقى مصيبه، زي انت قلتي لي الكلمه دي. فالشخصيه دي هخلي بالي قوي 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 على كلامي معاها. تحب الحاجه انها تبقى محطوطه بمثاليه. يعني لو القلم ده مكانه في المقلمه ما ينفعش يبقى على التخته او على الترابيزه اللي قدامي. فانا كده مجرد ما شفت حد من هيئه جسمه قدرت اعرف الصفه بتاعته. الهيئه العامه. الهيئه العامه، اذا كان مليان قوي او اذا كان رفيع خالص او اذا كان بقى وسط ما بين الاثنين، اللي هو زي الناس اللي في الجيش والشرطه، اللي بياخدوهم في الجيش والشرطه، بيبقى جسمهم اللي هو جسم النشيط زي احمد عز. الجسم ده نشيط، فهلاقي انه عنده حركه بزياده، بيبقى عايز يروح جيم، عايز يلعب، طاقته عاليه. متفائل يمكن كمان. التفاؤل هيبان من العين. هيبان من العين ومن البق. صحيح. فعرفت ان هو بيحب الجيم، يحب يعمل حاجه بنفسه. لو انا اعطيته شغل او اعطيته مهمه، او هو فوض حد في مهمه، هيجي يلاقيه بيتابعه، ما يقعدش كده ساكت. لكن لو الشخصيه مثلا مليانه شويه يقدر يوزع المهام ويشغل الناس. يعني احنا لو عندنا في حياتنا حد مثلا مليان شويه، تلاقيه هو قاعد وممكن فلان اعمل كذا، فلان اعمل كذا، فلان اعمل كذا. فهو دي طبيعته ان هو يعرف يوزع الناس كويس. لكن لو حد في الجسم النشيط اللي هو الجسم مش مليان وفي نفس الوقت مش رفيع، زي جسم احمد عز اللي هو جسم مثلا الناس اللي بتدخل في الجيش والشرطه، الناس دي هتلاقيها لو جه قال لك انا معانا صور بعض الفنانين تشرح لنا عليها عشان يكون عشان لحد لما نجهز بس بالصور. الفراسه معروف ان لو بدانا مثلا من الوش، الوجه نفسه بيبين، يعني يمكن تناسق بعض اجزاء الوجه ممكن تبين. تمام. تقسيمه الوجه بتفرق معايا. تقسيمة الوجه. طب قدامنا وجه على الشاشة معروف ومعروف ومشهور. اشرحي لي، طب تقري ايه بقى؟ يعني احمد رزق في الصورة دي احنا هو واخد الجسم الأكول، فانا هقول ان هو جدع جدا مع اصحابه. لو يمكن جدع، يعني لو في مشكلة مع حد من اصحابه هيبقى هو اول واحد فيها. هلاقيه كمان دمه خفيف جدا. لو هاجي هتعامل معاه في فلوس فهخلي بالي بين حقي وحقه. يعني انت فلوسي كذا، طبعا احنا بنتكلم بشكل عام. بشكل عام. ايوه، مش على ما عملتيش معاه بشكل شخصي. احنا بنتكلم بصفه عامه. تمام. اللي هو نوعيه نوعيه اللي هو الجسم المليان ده. ايوه. اوصفي بقى. طيب عمرو واكد اساسا من الشخصيات الانفعاليه اللي لو جت ممكن يخزن لك مواقف كتير، وعلى موقف صغير جدا تلاقيه انفجر فيك. انت ما بتبقاش واخد بالك ليه بقى. الحكايه دي لو لاحظنا
الحاجب هنا المساحه بين الحاجب ما بين العين والحاجب مفيش مسافه اصلا. فالشخصيات دي بتبقى بتهتم بالناس قوي، فلما تيجي تحصل مشكله انا عديت لك مره 2 3 لا خلاص انا مش قادر، فخلاص يقوم منفجر فيك مره واحده. تسامح بحدود. يعني مش تسامح، هو على قد ما هو بيخزن حاجات، لان التسامح هيبان من العين برضه. صحيح. عبد الحليم برضه عنده نفس الحكايه اللي هي بتاعت الانفعاليه. الصوره دي عبد الحليم كمان باينه في العيون. باينه برضه المسافه اللي ما بين العين وما بين الحاجب مفيش تقريبا مسافه. عبد الحليم في الصوره دي كان بيوصل للحاجه اللي هو عايزها بسرعه، بيوصل لاهدافه بسرعه. الصوره دي على انه باصص بابتسامه، بس هو الابتسامه دي بيخبي جواها وجع. انا ما اعرفش الصوره كانت امتى، بس هو كان بيخبي جواها وجع. كمان هنا الافكار غالبه عليه، يعني لما كان يجي ياخد قرار في المرحله دي في حياته فكان بياخد القرار من ناحيه افكاره الاول قبل اي حاجه ثانيه. وهو كجسم عبد الحليم اللي هو الشخصيات النشيطه، اللي هو يحب يعمل الحاجه بنفسه، يحب يتابع الناس، ممكن يكون مندفع في بعض الحاجات كلام كده. دلوقتي مثلا بيقولوا ان الجبهه العريضه تسامح وذكاء وسعه صدر. العيون الضيقه حب تفاصيل. حضرتك قولي لي بقى واحده واحده كده كل جزء من الوجه. اولا حجم الجمجمه بيأثر. يعني هقول لك حاجه. طب نبدا بقى مديحه يسري معانا. هي شخصيه حساسه جدا. ليه؟ علشان الحاجب بتاعها رفيع. كل ما كان الحاجب بتاعه رفيع كل ما كان الشخصيه دي بتبقى حساسه اكتر. فعشان كده احنا يعني كبنات او كده بنميل ان احنا يكون الحاجب بتاعنا رفيع علشان نبقى حساسين اكتر. لو الشعر كمان ناعم مع الحاجب الرفيع الشخصيه دي بقت حساسه جدا. ولو جسمها رفيع خالص بقى حساس بالزياده. فاحنا لو عندنا حد من اصحابنا جسمه رفيع والحاجب رفيع والشعر ناعم، اخلي بالي قوي من الكلمه، لان الكلمه ممكن كلمه بسيطه قوي وانا مش عامل حسابي ليها يبقى ليها تاثير بالنسبه له. الفنان عزت ابو عوف. عزت ابو عوف من الناس اللي بتهتم براي الناس فيها. لما يجي يعمل حاجه بيبقى منتظر راي الناس فيها، وكمان راي الناس في الحاجه اللي هو عملها او راي الناس في لبسه او في حاجه زي كده. كمان في حاجه ان هو ما بيتكلمش كتير. الشفايف بتاعته لحد ما مش تقريبا مش موجوده. شفايف رفيعه معناها ان هو ما بيتكلمش كتير. والشفايف الرفيعه كمان بيبقى بارع في الاعمال الماديه. يعني الحاجات اللي فيها فلوس ممكن يبقى محاسب وكده. هيثم شاكر من الشخصيات اللي بتنجح في اوقات هتلاقيها تنجح قوي قوي قوي، اوقات تنزل واوقات تنجح. ده منين؟ من شكل الشعر. الشعر بتاعه عامل كده وعنده كده كاريزما. عنده شخصيه اللي هو الحضور، اللي هو يدخل في المكان ياخد المكان ياخد الجو ياخد في الكاميرا. في صحيح بيقولوا ان الانفلاجه بين الاسنان معناها حظ وغنى. هي ده المعروف عنها، بس علميا ما ثبتتش قوي، فاحنا ما بندخلش فيها قوي في الفراسه. محمد رمضان شخصيه ديكتاتوريه، يحب يمشي رايه، بس يعرف يحمس الناس كويس قوي في الشغل، الناس اللي حواليه اللي معاه. له برضه عنده حته الكاريزما، بس هو شخصيه متمرده، ولما يجي حد يكلمه في موضوع بياخد الموضوع من الاخر. طب شفتيها فين بقى شخصيه متمرده؟ برضه شكل الشعر، منبت الشعر جاي على مربع. اوكي. وياخد الموضوع من الاخر، وفي نفس الوقت ما بيسمعش كلام حد، هو مقتنع بالحاجه اللي هو عايزها خلاص هو رايح لها. ما بيهتمش بحاجه. فعلا جبهته هي اللي شاده النظر اكتر. لا مش الجبهه. امال ايه؟ خط الشعر. لو رجعنا للصوره تاني هنلاقي الودن. لا الودن بتاعته بعيده شويه كده عن الجمجمه. اللي هو يقول لك ودنه مطرطقه شويه كده. طب فده دليل على ايه؟ ده دليل ان هو بيعمل صوته من دماغه، بيعمل الحاجه بدل ما هو مقتنع بيها. خلاص انا بعملها، مش هيفرق معايا. اسهل وجه للتعامل معاه مين؟ الوجه المدور. الوش مدور. ده بيبقى بالنسبه لي انا سهل اتعامل معاه، بس هو يعني هو هيبقى جدع معايا. وهيبقى صاحب، يعني محب قوي للاصحاب بتاعته.
ويعمل لهم كل حاجه هو عايزها هم عايزينها، بس مع نفسه بقى هو اكتر وجه بيتعب. لان هو ممكن اجي مثلا اقول لك انا رايح معاكي الجيم، فانا لا انا مش عايزه اروح الجيم، هروح مثلا سينما، فيجي معاكي السينما وهو مش عايز يروح السينما. بعد كده عملت موقف فضايقه، الموقف ده مضايقه خلاص، ما يقدرش يقول لك ان هو متضايق منك. انا اتضايقت، طب ازاي هو انا عملت لهم كل ده وهم ما قدروش؟ بس هو طبعا يستحسن ان احنا نتعامل مع الوجه المدور، بس برضه نراعي يعني بالفراسه كده نفهمهم، لكن نراعيهم. الفكره في الفراسه ان انا بفهم الشخص اللي قدامي، فانا براعيه في المعاملات بتاعتي بشكل استباقي يعني قبل لما يحصل. فهو الشخص كمان حتى لو حد ما يعرفكيش وانتي عرفتي صفاته او قلتي له صفاته، بيحس ان هو عارفك من زمان. تمام. طيب شيرين، عايزين نعرف منك، خلصنا الفراسة ولغة الوجه وشكل الوجه وتأثيرها على أخلاق الشخص وتصرفاته. عايزين نعرف دلوقتي ازاي الاتصال بيه، يعني التعامل معاه، جسده بيدينا رسائل، نستقبل الرسائل دي ازاي، او نوعية الرسائل الأول. هو اولا يعني لازم ان احنا يعني قواعد مهمه جدا في لغه الجسد. اول حاجه يعني انا دايما في التدريب اقول لهم اول حاجه السياق، ان انا اشوف السياق الذي بيحدث فيه السلوك. بمعنى يعني مثلا لو واحده مثلا واقفه في الشارع وقامت جايه ضمه ايديها وعقدت ساقيها، وكان يوم من ايام مثلا البرد الشديد، فمعنى دي كده ان دي اشاره سلبيه؟ لا طبعا. ولكن على العكس مثلا ما بنشوف على جلسه تفاوض، لو انا مثلا بتفاوض مع حد وقام جاي عاقد ذراعي وعقد ساقي، يبقى دي كده وعقد الجبين. الجبين بقى كده، واصلا نزول العين مع الحاجب، فدي معنى كده ان دي ساعتها اشاره دفاعيه سلبيه. تمام. فالمهم يعني ان دي اشاره ايه؟ سلبيه. ماشي. علي عاطف، مدربه تنميه بشريه، لغه الجسد، الوجه المبتسم، وبعدين فجأة تبصي تلاقيه اتغير، وبعدين الملامح عمالة بتتغير. ده تتعاملي معاه ازاي من ناحية انك تتصلي بيه؟ يعني التغير في نفس الوقت بنعالجه ازاي؟ اولا انا لما بغير اصلا لغة جسدي، يعني الشخص مثلا ما بيكون قدامي منفعل، انا باين له لغة جسد منفتحة، اللي هي بتبقى الايد مفتوحة، الجسم كله مفتوح، فبتدي صدق ومصداقية اللي قدامي. تمام. فبالتالي انا دلوقتي هوصل له احساسي بالصدق وان انا معاك، فما يدينيش ايه، ما هو بقى يغير تعبيرات وشه. طبعا في فرق بقى ما بين الابتسامات اصلا، يعني انا ما بين الابتسامه الصادقه بتاعتي هتوصل لمشاعره، لان لغه اصلا الجسد بنتعامل معاها على العقل الباطن. تمام. فهو اصلا احنا يعني الناس حتى دلوقتي حاليا، او يعني كان قبل شويه من زمن يعني ان هم ما كانوش بيعرفوا يتواصلوا بلغه الجسد، او هي اصلا ما كانتش منتشره لان هو علم حديث. تمام. فانا مدي لغه الجسد ايجابيه للشخص اللي قدامي، وكمان التواصل البصري مهم جدا. هو احنا عايزين بنقول مجموعه من الرسائل جسد الشخص بيرسلها للمتلقي اللي قدامه، بس لو ما ارسلش اي حاجه خالص، يعني شخص قاعد ما بيعملش اي حاجه، هل تقدري تقري طريقه مثلا القعده، طريقه الوقفه، لو اتحرك مثلا حركه بسيطه تقدري تقولي ده منفتح ده منغلق؟ اكيد طبعا. اولا القعده، يعني الشخص لما بيبقى قاعد في مثلا الشخص الانطوائي بياخد وضعيه الجسد المترهله، يعني الكتاف بتبقى نازله لتحت، الوجه بتاعه اصلا لتحت لاسفل. لكن على عكس مثلا الشخص الواثق من نفسه بيبقى وضعيه الجسد بتاعته منفتحه، الكتاف بتاعته لورا، قاعد الظهر بتاعه مستقيم. وطبعا التواصل البصري، يعني الشخص الانطوائي دايما التواصل البصري عنده ضعيف. تمام. ده كده الجلوس. الوقفه طبعا الوقفه المنتصبه، يعني ما فيش اي وقفه مثلا مترهله او مثلا عقد ذراعي، عقد عامل تقاطع المقص، لا، بتبقى الوقفه بتاعته منتصبه ومستقيمه. وبالذات مثلا لو كان الرجل يعني يبين الثقه بالنفس، ان هو بيرجع الدراع بتاعه لورا، بيمسك اليدين مع بعض لورا،
ليه؟ لان الصدر ساعتها بيبقى باين، فان هو مش خايف. فدي كده وضعيه معرض صدره ايوه للخارج. فهو كده ايه مش خايف، فدي وضعيه ثقه بالنفس. او الاشراف او القائد. طبعا. وغير كده كمان الوقفه اللي هي بتبقى كده، الرجال برضو بيستخدموها كتير برضو، دي وضعيه ثقه بالنفس، لان اصلا انا مش خايف منك. العين ذكرتيها اكتر من مره. التواصل البصري طبعا الاي كونتاكت ده مهم جدا بيني وبين الشخص، يعني لان ممكن اعرف شعور الشخص من التواصل البصري بيني وبينه. يعني مثلا هل هو مهتم بيا، اتجاه عينه تجاهي ولا لا. الكذب كمان من العين، لان مثلا اتعملت ابحاث، جون جراندر وريتشارد باندلر مؤسسين علم البرمجه اللغويه العصبيه عملوا الابحاث ان اتجاه العين بيحدد حاله الشخص الشعوريه. يعني مثلا لو اتجهت العين اعلى يسار يبقى الشخص ده بيتذكر صوره شافها من قبل. ده في اثناء الحديث المتبادل. لو هو يعني بيرفع عينه للشمال يبقى بيتذكر صوره في مخه. اعلى يمين يبقى ساعتها ان هو ايه بيتخيل صوره ما شافهاش. يعني مثلا زي ما انا اقول لحد مثلا ايه تخيل حصان ازرق، هيرفع عينه اعلى يمين لانه لسه بيتخيل صوره. تمام. ده رائع. ده انت كده تقدري تعرفي مين بيقول الصدق من الشخص الكاذب. اكيد طبعا. ازاي بقى تعرفي الشخص لما بيجي يكذب؟ الكذب ده ليه علامات طبعا كتيره. اول حاجه في الاطفال الصغيرين بتلاقي اتجاه، طبعا الكذب اتجاه الايد دايما للوجه. تمام. ازاي وريني؟ هقول لك. الاطفال الصغيرين اصلا بيبقى ايه لما بيجي يكذب بتلاقيه حاطط ايديه في سن 5 سنين، ان اصلا العقل الباطن مش عايز يطلع، مش مقتنع باللي بيتقال. طبعا. فبيحط ايده على بقه. بعد كده في مرحله المراهقه تلاقيه حك بايده جنب الفم وتحت الانف. المراهقين دايما يعملوا كده. بعد كده مثلا تلاقي بقى مثلا شخص او يعني حد بقى متميز وكده فبيستخدم ايديه يعني اكبر شويه، فبيستخدم ايديه في قصاد بقه وهو بيتكلم. تلاقي اليد في وضع امام الفم، عشان برضو ان العقل الباطن بتاعنا يعني مش مصدق اللي هو بيتقال، فبيتبان بقى باشارات. تاني حاجه حك الانف ده. اما الشخص بيكذب العقل الباطن بتاعنا برضو بيبدا يبعت اشارات، لان يعني ايه عمل الجهاز العصبي اللا ارادي. تمام. فان هو بيبتدي يبعت اوعيه دمويه كتير للانف، فبتدي بقى تضخم للانف فبتسبب وغز، فبتضطر ان انت تحكي الانف. الوغز ده من العقل. من العقل لان عمل الجهاز العصبي اللا ارادي. تمام. بعد كده ممكن حك بقى اي حاجه في الوش، جذب الرقبه. يمكن احيانا تحسي انه في الرقبه السيدات يمكن يعملوا حركه معينه تحسي منها ان هم الرساله مش حقيقيه. الست بالذات بتستخدم الايد ناحيه الرقبه كده، يعني برضو دي من العلامات. شويه فيها تحفظ. يعني هي يعني لما بتكذب فبيحصل قلق، فبتستخدم الايد ناحيه الرقبه. ممكن ان هي تلعب في الاكسسوار اللي هي لابساه مثلا كاشاره للطمأنة الذاتيه. تمام. وبرضو ايضا التواصل البصري بيني وبينه، يعني مثلا لو شخص خجول وجه مثلا في نقطه معينه هو ما بيتواصلش بصريا، جه في نقطه معينه تمادى بقى في التواصل البصري، يعرف ان هو كذاب في الحته دي. ما بيرمش يعني الرمش بيقل شويه، فتحسي انه في حاجه السياق مش ماشي مع بعض. ايوه طبعا. ايوه. وكمان يعني ايه اي حك في الوش. غير كده حركه الايد دايما بتبقى ثابته. ايوه. حركه القدم نفسها هو عايز يتمالك نفسه علشان ما يبانش ما تعرفيش اي ايموشن او كده مش بيبين. بس دايما بنلاقي لما الشخص بيكذب كل حاجه ثابته فيه. يعني الايد حتى ساعات بيخبيها، تلاقي حاططها في جيبه كده. رائع. طيب دلوقتي عايزه اسالك، لو شخص عصبي يقدر بلغه الجسد يبين مثلا حد رايح اختبار عمل وطبعا بيبقى متوتر، نقلل ازاي من الرسائل اللي بنبينها ان احنا متوترين؟ اول حاجه عشان ننمي من نفسنا يعني. طبعا مقابله العمل دي مهمه جدا، والاهم اساسا فيها لغه الجسد، لان التواصل بيني وبين الناس يعني قواعد التواصل 55% بلغه الجسد، 38% طريقه القاء الصوت، 7% فقط محتوى الكلمات. فهو اصلا الشخص اما بروح مقابله عمل او كده، ان الشخص اللي قدامي السي في ده اخر حاجه، لكن هو بيبص للغه الجسد بتاعتي. فانا ازاي ادي انطباع ايجابي؟ اولا التنفس. يعني التنفس ده اهم عمليه بيولوجيه في الجسم بتاعنا.
اول حاجه تمرين التنفس، ان انت بتاخد التنفس من الانف، بتحتفظ بيه، يعني بتعبي اصلا جسمك بالنفس البطن، فبالتالي ان انت او بتطلعه بقى من الفم فبتحس باسترخاء. تمام. طبعا الجسم بيبقى لغه الجسد المنفتحه، الجسم مفتوح، الاكتاف لورا، فده بيدي ثقه. الدخول مثلا وانت جاي تدخل عند المدير، تخبط على الباب وتخش على طول تسلم عليه، المصافحه. وكمان المصافحه دي من الحاجات المهمه جدا. ايوه. بتبين السيطره والخضوع، وازاي ان انت مثلا تتصافح المصافحه مساويه، فبتدي ود وصدق للي قدامك. يعني ممكن الملامسه بتدي ود. ممكن نوضحها. يعني مثلا لو انا اتقابلت معاكي وسلمت كده، فدي كده مصافحه مسيطره، يبقى انت اصلا مش هتحسي بارتياح. دي اليد العليا. اليد دي كان بيستخدمها هتلر. تمام. مثلا انا مثلا عملتها كده، يبقى انا اللي في وضع الخضوع. ولكن المصافحه المساويه المستقيمه، المستقيمه في وضع افقي، والابهام على نص الكف. تمام. فده كده، والقوه ما ضغطش قوي. وما بقاش يعني مسافه شخصيه. طبعا قد ذراع ونص. يعني هي مثلا المسافه الشخصيه هي 4 حاجات. اول حاجه من 15 سم ل 45 سم، دي ما بين الازواج او الطفل والام وطفلها. خلينا في الانطباع الجيد اللي عايزين نتركه عند الغرباء عشان اختم معاكي واروح لسما. تمام. طبعا انا قلت الابتسامه، اظهار وجه ودود، لغه الجسد المنفتحه. اما بتيجي مثلا تتكلمي عن الشخص الميل للامام بسنه بسيطه، اللي بيدي ود للي قدامي واهتمام. ونبره الصوت طبعا بتكون على حسب الوتيره بتاعه الشخص اللي قدامك. يعني النسخ الكربوني ده، يعني ان انا مثلا انسخ الايماءات بتاعتك، فبالتالي ان انا هكون على وضع الصدق والثقه بيني وبينك، وفي جلسه وديه. صحيح. تمام. صحيح. هو نوع نسخ الايماءات ده اعتقد كمان من اسهل الطرق للبدايه لحد ما تشعر بالامان في مقابله العمل. اكيد. بشكرك الف شكر. دلوقتي سمر صبور، مدربه اتيكيت وتواصل وذكاء اجتماعي. عايزه اعرف منك، مش هنتكلم عن الاتيكيت بصفه عامه، هنتكلم عن الاتيكيت في مكان العمل، علشان كنا اتكلمنا عن مقابله العمل. الشخص اشتغل ودلوقتي في زملاء جدد، علاقات جديدة، نتعامل مع الناس اللي نعرفهم ازاي مسبقا، او اللي اتعاملنا معهم شكل قليل او اليومين عمل، ونتعامل في مكان العمل ازاي. اولا بحيث ان انا اعرف ناس في الشغل ده او ما اعرفوش، فهي لازم تبقى المعاملة متساوية ما بين الكل. دلوقتي انا استلمت شغلي وبدأت شغل، هاجي اتكلم مع الناس ازاي. اول حاجه ان انا هتكلم الصبح، طبعا لازم اساسي انك تصبح على كل اللي عندك وتسلم عليهم وتسالهم كان يومهم عامل ايه امبارح، او اليوم اللي عدى ده كان عامل ازاي. فانت كده بتدي روح محبه وود ما بينك ما بين الشخص اللي قدامك. هنفضل كل يوم نفس الحال، طبعا ده روتين يومي، هنسلم على اللي قدامنا وهنتكلم، عشان اساسا هم بعد كده هيبقى دي سلوك يعني ممارس دايما مع بعضين، وما بيستهلكش وقت يومي. صباح الخير. احنا بنسلم على بعض كل يوم، صباح الخير، اخبارك ايه، كان يومك عامل ازاي، في ود، عشان لما نبدا التعاون مثلا في منتصف يوم العمل يكون اصلا كان في ود من اول النهار. كان في ود. اول حاجه طبعا لازم الاحترام يكون متبادل ما بيننا كلنا. الاحترام بيبقى من اقل لحد اعلى منصب فيهم، يبقى الاحترام، ولازم المعامله برضه بالمساواه. هتيجي تتعامل مع المدير ازاي؟ المدير طبعا لازم يبقى فيه حته روح الاحترام. طبعا هم عارفين المديرين هم مش بيحبوا مثلا حته النقد او حته ان انت عملت غلط او حاجه، ولكن من واجبك ان انت شغال معاه وان انت فرد من المؤسسه العمليه دي، انك لو لقيته بتعمل حاجه غلط ان انت تروح تنبهه. ولكن بتنبهه ازاي؟ اولا مش قدام كل الموظفين، انت بتبقى لوحدك انت وهو، وباسلوب مختلف، بحيث ان انت طبعا انت المدير بتاعنا حوار ودي سياسي، وفي الاخر ممكن تديله تنبيهه بسيطه بطريقه غير مباشره الشيء اللي هو عمله. اما بقى كل الزمائل الاجتناب طبعا النميمه، او ان انت ممكن تتكلمي مع حد فيهم بسخريه، ان انت تدي احترام كامل لكل الناس اللي حواليك. ده اهم خطوات في التواصل الاتيكيت في العمل. جميل. بدايه الحديث مثلا، انا موجوده في مكان، اعرف مجموعه من الاشخاص
ولا اعرف الاشخاص الاخرين. بدايه الحديث مع الشخص الغريب والشخص اللي اعرفه، لانه زي ما حضرتك اشرتي الاحترام دايما بيغلب كل معاملاتنا. بدايه الكلام مع الشخص المعروف والشخص الغير معروف بالنسبه لي. اول حاجه في بدايه السلام او الكلام، فانت بتبصي زي ما كانت بتقول عليها التواصل البصري، انت بتبصي في عين اللي قدامك، مش بتحدقي فيها ولا غزل، ولكن انت بتبصي على عين الثالثه هنا، بحيث ان انت بتديله روح الود او المحبه او الاهتمام او التركيز معاه. فانت بتسلمي عليه لو انت بتعرفيه، فبتذكري اسمه، وزي ما احنا قلنا اهلا وسهلا والكلام اللي احنا عارفينه كويس. لو انا ما اعرفوش واول مره اتعامل معاه، فانا هسلم عليه وهقول له اسمك ايه، وبعد ما يقول لي اسمه هردد اسمه، بحيث ان انا اكون اديته برضو حته ان انا ترحيب زياده، ان انا عرفت اسمك وقررت اسمك. لو انا من النوع اللي بنسى الاسامي، فانا بفكر نفسي بالاسم ده ان هو كان اسم حد انا اعرفه قبل عن كده، بحيث ان انا بعد كده لما اجي اتعامل معاه ما اقولوش معلش اسمك ايه تاني. هسلم عليه وهذكر اسمه وهكرر اسمه، وبعد كده هخش على طول في الموضوع. مفيش داعي للمبررات الكتير او المقدمات الكتير، هو على طول ان انا اخش في الموضوع على طول. سمر، طبعا الاتيكيت والذوقيات في التعامل موضوع كبير جدا، لكن طبعا ما نقدرش نغطيه كله. في اساسيات في حياتنا، مثلا لو حدث شيء سلبي غير ايجابي وعايزين نعتذر عنه، كيفيه الاعتذار بتبقى ازاي؟ اولا مثلا في المعامله، مثلا في الشوارع احنا موجودين بيحصل حدث خطا، اعتذر ازاي لشخص غريب ما فيش معرفه مسبقه، واعتذر ازاي مثلا في العمل وفي الاسره مثلا؟ هو بالنسبه لحته الاعتذار، اللي احنا دلوقتي بقت في ثقافه مختلفه ان الاعتذار ده جبن او ضعف، مع ان ثقافه الاعتذار دي بجد يعني اجمل حاجه من المعاني اللي احنا بجد فقدناها. ان انا اعتذر للي قدامي ده شيء جميل، ده اولا بيبين مش ضعف، بالعكس ده هو بيبين قد ايه احنا محترمين ذاتنا وقد ايه احنا لينا مكانه خاصه. بيبين بيتهيألي قوه نفسيه داخليه ان انا توصلت ان انا مخطئ، قدرت ان انا وسيطرت على الانا اللي جوايا، الايجو زي ما بيقولوا، وقادر على ان انا اصيغ الشكل التاسف ده في شكل اعتذار. في اعتذار في الشارع احنا بنعمل حاجات كتير قوي في الشارع، ساعات بنعتذر وساعات ما بنعتذرش، ولكن هي كلمه انا اسف او معلش انا ما كانش قصدي، دي بجد هي الابتسامه. ان انت بتقدمي الاعتذار بشكل ازاي، انت ومكشره ولا انت مبتسمه. لو انت مبتسمه بجد هتوصل على طول اللي قدامك بروح تسامح ومحبه، عكس غير ان انت بتقولي لحد انا اسف وانت مكشر، هو انت كده ما تستفتنيش، بالعكس انت كده زودت غلطك معايا غلط، انت ما عملتنيش بشكل مبتسم بصوره اريح واجمل. سمر، قبل ما اختم معاكي عايزه يعني زي ما بدأنا مع بعض بالهدية الجميلة اللي جبتوها لنا لأسرة البرنامج، وانتوا جايين ضيوف علينا، اهلا وسهلا بيكم طبعا. والكارت الجميل اللي كان مصاحب ليها، الهدايا، طريقة تقديمنا للهدايا. يعني طبعا الأسلوب أعتقد بيفرق، التوقيت بيفرق، الهدية نفسها يمكن الرسالة المادية اللي فيها بتبقى أقل جنب الأسلوب نفسه. ممكن توضح لنا؟ أولا الهدية هي بتعبر عن روح المحبة اللي ما بينك وما بين المكان، إن أنا بحب الناس اللي موجودين وأوريدي في روح محبة معانا، فالهدية دي يعني أصغر مثال إن هي بتعبر عن شيء اللي جوانا. الهدية بتختلف أنواعها حسب المناسبة اللي أنت رايحاها إيه، وحسب الشخص اللي أنت رايحاه إيه. إن أنت تقدمي الهدية فتكوني مبتسمة، أولا بتقدميها بروح محبة، وفيها في مثلا مواضيع عامة فبيبقى فيها ورد، في مثلا زيارات في البيت فبتبقى مثلا شوكولاتة أو أي حاجة تانية، في هدايا برضو للمتزوجات أو هدايا لكل أعياد الميلاد والأسبوع وكده. كل مناسبة بتختلف عن الهدية بتاعتها. والأسلوب بقى ابتسامة يعني هي بتكفي هي الابتسامة وتهنئة لو في مناسبة. هي الابتسامة بتبقى مفتاح لكل باب، يعني ده مثلا مشهور، هي ابتسامة والتهنئة وخلاص كده، مفيش الهدية وجبتها والحوارات ده. وتحكي رحت عند البياع ورحت المحل وكنت طالبها وكده، مفيش كل التفاصيل. لا هي بس الهدية والابتسامة والتهنئة. عضوات مشروع اتحدى نفسك للتنمية البشرية، شيرين جمال وسمر صبور وعلياء عاطف، بنشكركم ألف شكر، شرفتونا جدا، بنشكركم على الهدية الجميلة الورد، وبدعوكم انكم تشاهدوا معانا دلوقتي فقرة مسجلة عن الهدايا المطبوعة، نشوفها مع بعض.
مساء الخير، معاك مدام ختام. أنا بشتغل في حاجات الطباعة. عندي حاجات طباعة طبعا متنوعة، حاجات كتيرة. عندي حاجات زي المجات، براويز، حاجات طبعا بتبقى برواز خشب، نفس البراويز دي كده تطبع عليها صورة شخصية، أي صورة حد أنت بتحبه طبعا بتفضل ذكرى. فدي حاجات من الحاجات الجديدة طبعا، حاجات مش موجودة، حاجات مش تقليدية برضو. فحاجات بتبقى منك مثلا لشخص عزيز عليك ذكرى. لسه في حاجات برضو تانية، في حاجات زي المجات كده برضو بتطبع عليها، حاجات برضو جديدة تطبع صورة أي حد أنت عاوزه. في حاجات زي الحاجات دي كده برضو، دي حفر، حاجات دي حفر ليزر، حاجات جديدة طبعا. ده احنا بنسميه أكليريك، حفر ليزر، بتحط برضو أي صورة حد أنت عاوزه. في طبعا الحاجات اللي بتلف دي برضو حاجات جديدة بنحط فيها الصور، شكل مربع، شكل قلب، شكل اسطوانة، أشكال جديدة وأشكال كتيرة. في حاجات تانية عندي برضو اللي هو الرخام، حاجات بيطبع عليها برضو، حاجات جديدة وحاجات قيمة وحلوة. في حاجات سيراميك، دي خامة سيراميك برضو تطبع صورة أي حد أنت عاوزه، أي كتابة أنت بتحبها. في طبعا عندي برضو المخدات، مش أي خامة بيطبع عليها في المخدات طبعا، في حاجات معينة بيطبع عليها، ألوان طبعا كتيرة ومقاسات كتيرة، تاخد اللي أنت عايزه. في خامات كده بشكل القلب برضو، في خامات كده طباعة بلاستيك طبعا، طباعة طبعا مختلفة من حاجة لحاجة. في عندي المخدات الجاهزة برضو بطبع عليها صور أو كتابة أو أي حاجة أنت عاوزها. الحيطة فيها برضو الصور بتفضل ذكرى. في حاجات اللي هي طبعا من الماكيت اللي زي الحاجات دي بتترسم كاريكاتير، ذكرى برضو للأفراح، لأي مناسبات برضو بتاخدها. في مناديل كتب الكتاب بتاعت العروسة برضو، في صور شخصية، في صور كاريكاتير برضو بتتعمل على حسب طبعا طلب العروسة الأشكال دي. دي كانت أفكار متنوعة لهدايا مطبوعة. طبعا الموسم اللي جاي هيكون موسم العام الجديد وهدايا العام الجديد وهدايا الأعياد، أوقات جميلة كلنا نتمنى كل الخير للشعب المصري فيها. ودي كانت آخر فقرة مع برنامج بنات أفكاري، نلتقي بكم دائما على خير. شكرا وإلى اللقاء.